مرحبا واهلا وسهلا بمتابعي ومشاهدي قناة بهية كيتشن على منصة يوتيوب. من مطبخ بهية كيتشن رجعنا لكم بافكار وصفات ان شاء الله تكون تفيدكم وتنال اعجابكم. وصفتنا النهار اليوم ان شاء الله راح تكون كفكرة للفطور ولا العشاء على بالي كامل تبحرنا خاصة كي يبدا يسخن الحال. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا وصفة ارز بدون اي نوع من اللحوم، يجي كما كنت تشوفوا في لا فيديو مزربع على حبة، يجي بزاف بنين صحي ويوجد في وقفة، يعني بلا ما يكلفك لا في الوقت ولا في المقادير، خاصة لما كان عندك حتى فكرة واش طيبي. بدون اطالة نبداو في المقادير وطريقة التحضير. فدنا يجراو فوق النار نحطو 3 كويغا سوب تاع الزيت، نجيبو الخضر ديالنا نخلوهم يتقلاو اللي هما بصل جزر والفلفل طرشي. عندي انا الفلفل كان حار، ماشي حار حار قوي لكن ممسك، راح يمد لنا شويه حروريه للطبق ديالنا يجي بنين. ومام هذيك البنه تاع الفلفل زيد له كذلك بنه، نقطعوهم كامل مربعات ونخلوهم يتقلاو هكاك فوق النار. بعد ما يذبلوا الخضر ديالنا البصل الجزر والفلفل هذاك راح نضيفوا بعد ذلك كميه من الجلبانه، زوج حبات تاع طماطم تكون حمرا مسكرفجه وسنينه تاع الثوم، نضيفوهم كذلك الخضر الاولين نخلوهم كذلك يتقلاو على نار مهيله. بعد ما يتقلاو الخضر ديالنا كامل نضيفو ملعقه تاع طماطم مصبره، ونضيفو التوابل كما كنت تلاحظوا في كل مرحله واش رانا نضيفو. التوابل عندنا شويه تاع الكحل، شويه تاع القرفه، شويه تاع العكري، خاصه الا كان الطماطم ديالكم ماشي حمراء، وشويه تاع الكركم على جال اللون اللي مدهونه للرز ديالنا، وكذلك على جال الذوق. نزيدو نقليو الكل نخلوهم يتقلاو بضع ثواني. بعد ذلك باش نمرقو بما يكون سخون، هنا كما كنتم تشوفون نمرقو بما سخون. بالنسبه هنا للتمرق ما راحش نمرقو بيد مره باش يطيب لنا الرز ديالنا، راح نجيز نمرقو على حسب كميه الخضر اللي عندنا باش يدخل لهم شويه طياب، واحد ربع ساعه هكاك. بعدها باش راح نضيفوا الرز ديالنا. هنا بعد ما نشوفو نشف هذاك الماء اللي مرقنا به الخضر ديالنا خلاص دخلهم طياب طابو. هنا نجو نضيفوا الرز ديالنا بعد ما نكونوا غسلناه عده مرات نقعناه في الماء، نجو نضيفوه للخليط الاول. بالنسبه للرز انا هنا عندي كيله تاع الرز، لازم تكيلوه باش تعرفوا شحال راح شحال حديروا له العبر تاع الماء هكا باش ما يعجن لكم، ما يجيكم يابس ويجي لي العبر اكزاكت. هنا انا عندي عبر تاع الرز رز بسمتي هذاك مفور، على هذيك درتلو بعد ما نكون قليته. نضيف كذلك الملح، انا كنت نسيت الملح في الخضر، ديروا الملح بيد مره. كما قلت لكم عندي عبر تاع الرز بسمتي مفور، راح ضفت له بعد ما يتقلى نضيف له زوج عبارات تاع الماء يكون سخون. انا هنا ذوك زوج عبارات هو عليه مفور شويه يطول شويه في الطياب، رحت زدت له شويه تاع الماء هكاك واحد ربع كيلو هكاك. نحركوه مليح، ما نقعدوش غير نحركوه فيه باش ما يعجنناش، نحركوه نغطيوه ونخلوه يطيب على نار متوسطه، ما هي مهيله ما هي قويه، باش يعني اذا كانت قويه راح ينشف لنا بالخف، واذا كانت مهيله راح يعجن معنا ويطول في الطياب ديالو. راح نضيفوا اون كويغا سوب تاع السمن ونخلوه يتكتك ويتجمر في غرضو. في الاخير بعد ما ينشف الرز ديالنا، وحنا كما قلت لكم مره على مره نخلوه مغطي، مره على مره نحركوه فقط، ماشي نقعدوا نحركو فيه ونعجنوا فيه. بعد ما ينشف معنا هاولي كيفاش شوفوا كيفاش يجي، يسوفي برك تحترموا المقادير ديالو، يعني قد العبر تاع الرز هذاك ضاعفوه وديروه عبر تاع الماء يكون سخون. شوفوا كيفاش يجينا مزربع على حبه، يجي بزاف بنين ماغري ما درنا له حتى نوع من اللحوم، فقط كاين برك اللي يحب يضيف له طون في الاخير. انا هنا كان عندي اللي ياكلوا بالطون كاين اللي بلا طون، هنا زينته بشويه تاع الطون في الاخير مع ورقه تاع المعدنوس. نتمنى فيديو اليوم كانت افادتكم، وصفه اليوم كنتوا استفدتوا منها وكانت نالت اعجابكم. بصحتكم شهيه طيبه، الى وصفه اخرى ان شاء الله. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في روحكم، في اللي عزاز عليكم بقاو على خير.